السلام عليكم. تعالوا اوريك ازاي تصنع الاهرامات بطريقه بسيطه وحلوه وفيها فلوس حلوه جدا. الاهرامات الفرعونيه يا جماعه اهي، طريقه بسيطه جدا. هوريك تعملهم ازاي. من البوليستر، هو طاقم 3 قطع. تمام. هنبدا بالاسطمبه الوسط، هعلمكم عليها. ده البوليستر، خلطه البوليستر. عندي طبعا الخلطه بالكامل في فيديو عندي في القناه للناس اللي ما بتعرفش تعملها. ده المصلب. هتبدأ تفضي. طبعا ايه، انا هوريك طريقة توفر بيها بسرعة. الخلط عملت وش واحد اهو. طبعا انا نضفت العلبة. هوريك عشان في ناس بترمي الحتت اللي بتزيد منها بترميها، لا ما ترميهاش هتتعاز. هنفضي شوية تاني، يعني شوية مش كتار. هتفضي شوية رملة قبل ما تحط المصلي. رملة سلكة يا جماعة، وهتقلب بس. هتحط حاجات بسيطة من المصلب بس، وهتقلب. هتفضي. هي موزونة وزينة يعني اهي، بس اهم حاجة دي تكون موزونة. بس سيبناها في حركة 10 دقايق. طبعا هتطلع بسهولة جدا ورا، بس فهتطلع بسهولة. الاسطمبة طبعا شديدة وحلوة، اسطمبة احنا اللي عاملينها. هتهول الاسطمبة حاجات بسيطة عشان السخونة بس، عشان هتعيش معاك ايه. الروش دي هتاخدها بموتور ضلخ. لو انت لسه مبتدئ بكتر، هي وسخنة، هي ولسه لاينة بكتر، هتشيلها بحاجات بسيطة جدا. بص، جمال جمال، تحفة فنية. واعمل لك فيديو تاني ازاي تلونها بطريقة حلوة وبسيطة برضو، والوان رخيصة عشان الالوان الذهبي غالية جدا. بص اهي. طبعا الحتة دي للناس اللي لسه مبتدئة. الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان يجيلك كل جديد.